الذهاب إلى القدس. مع الأسف هذا غلط فادح. أنت تأتي إلينا، أنت تأتي للسجين وليس للسجان، أنت تأتي لتتكلم معي. ثم ما الذي يمنعك تتحدث مع الإسرائيلي على الهواء؟ طب ما الفضائيات العربية بيطلع إسرائيليين وبيطلع عرب ولا لا؟ تمام. وبتكلم في مختلف الفضائيات، مش حتى نقول فلانة في مختلف الفضائيات، ومعروفين الأسماء اللي بيطلعوا بيحكوا بالعربي في إسرائيل وغيرهم. فلماذا لا نتكلم معهم؟ أنا عندما أتكلم معهم فهموا قضيتي بحرجه أمام نفسه، أمام الرأي العام الإسرائيلي. كما أنني أدعم عرب 48 كما اللي هم الفلسطينيين أيضا. هؤلاء الناس المساكين اللي احنا كنا زمان نخونهم لأنهم تشبثوا بالأرض. أنا بقول هؤلاء مواطنون صحيح، الآن يحملون الجنسية الإسرائيلية وماله، لكنهم تشبثوا بالأرض. لكنهم تشبثوا بالأرض. هقول لك أفضل منا، أفضل منكم. احنا اللي هربنا، لأن بدي أحكي على الهواء. وهؤلاء في ال 48 لو في عنا عقل كنا قعدنا في بلدنا أرضنا تحت الاحتلال، نقعد تحت الاحتلال. أما اللي قعدوا 130,000 بنتهمهم بالخيانة واحنا هربنا. طيب هربنا، اوكي خليك قاعد برا الابد دور على حاجة. هل تهيب برجال الأعمال العرب أن يستثمروا داخل القدس؟ يعني حد قال لي 10 رجال أعمال عرب يخشوا يشتروا لنا الأرض هناك. إذا لم يستثمروا في داخل القدس ستضيع القدس، وضلوا يرفعوا شعارات ليشبعوا القدس عاصمة عروبتنا، مش هيك؟ تمام. ولكن الكلام انه كل يوم تقدم القدس، وفي امكانيه انه نشتري ونبني في القدس ونعمر في القدس ونحمي عروبه القدس. القدس تضيع ولا بد من حمايتها، مش بس بالاموال والزيارات. والذي يمنعك ان تيجي تزور القدس وتصلي في القدس مسلما كنت ام مسيحيا؟ شو اللي بيمنعك؟ تقول لي الاحتلال ومش عارف ايش هذه شعارات. يعني مع الاسف احنا اسرى شعارات من 60 سنه الان غير سليمه. مش هقول كلمه اخرى عليها. في